واهلا بيكم. تعالوا النهارده هنعمله فيديو ملهوش حل. هنعمله الفطير الجميل ده، هنعمله فطير من غير حشو وفطير بحشو. ورق قد ايه؟ شايفين عامل زي ايه الهوا، وده الحشوه بتاعته. وتعالوا نشوفوا اللي هو من غير حشو اهو. شايفين مورق ازاي الفطير، حاجه كده ايه حكايه. وتعالوا معانا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا. اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سام، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفطير لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. ومعانا كيلو دقيق. الكيلو هنحط عليه ايه؟ معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر، وهنحط 3 كوبايات ميه. ادي 1 2 3. وبرده الميه بتفرق من نوع دقيق لدقيق، ممكن دقيق ياخد اكتر وممكن دقيق ياخد اقل. ويلا بينا نجيبوا العجان بتاعنا. وهي كده العجينه خلصت معانا، اتعجنت كويس. وتعالوا بقى ايه نطلعها ونوريها لكم شكلها ايه. وهنحطها في البوله تاني ونغطيها ونسيبها قد نص ساعه ونرجع لكم تاني. وكده العجينه بتاعتنا بعد ما استريحت هننزلها. كنت حطيت في البوله نقطه زيت علشان ما تغلبنيش وانا بنزلها. انا هعمل واحده كبيره كده عشان دي هعملها من غير حشو. نبتدي نقطع المقاسات الصغيره، 5 6 وواحده كبيره، ونبتدي نكورهم. وبرده هنسيبهم يستريحوا. كل ما بيستريح العجينه بتاعت الفطير دي اكتر، كل ما بتبقى حلوه قوي معاكي في الفرد. تعالوا نقطع بقى الحشوه اللي هنحشي بيها الفطير. هنا زيتون، معانا فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان اوكي، انا ما عنديش غير دي. بيبروني، طماطم، موتزاريلا، وعندي بسطرمه هبقى اقطعها برده، اطلعها واقطعها. وهنلخبطهم على بعضيهم في بوله ونرجع لكم. وتعالوا نفردها دلوقتي. الفطيره هنفردها على زيت، ولو تحبي تفرديها على دقيق الاسهل. وهنفضل نفرد فيها لحد ما تبقى عندنا رقيقه قوي. وكده فردنا الفطيره بس من النص تخينه. هندخل ايدينا من على الظهر كده بظهر ايدك وتشدي بالشكل ده، وهتعمليها من جميع الجهات. وتنك تفردي لحد ما تبقى رقيقه قوي وشكلها شفاف. وركزي على الحروف ما تخليهاش تخينه. وهنجيب السمنه او الزبده وهندهنها كلها بالشكل ده. ونبتدي نتني من الجنب، وكل مره تتني فيها لازم تفردي كويس قوي وتضغطي على الحروف وتفرديها من قدام منك بالشكل ده، تشديها. دي كل مره هتتني فيها تعملي كده. وتحطي برضو سمنه، ده احنا هنرش سمنه تاني. وهنتني من الجنب التاني بنفس الطريقه. واللي عملناه في الاولانيه هنعمله في التانيه. هنفرد ونشد ونطبق ونحط سمنه. وبعد ما نخلصها تطبيق خالص هنسيبها لما ترفع شويه كده قد 10 دقايق، نحطها في الصينيه. وبعد 10 دقايق نفردها السمك اللي انت عايزاه. وانت تخبز على فرن 400 يعني 200، وتسيبيها لحد ما تتحمر. وتعالوا للفطيره التانيه الصغيره اللي هي هنحشيها. هنجيبها ونبتدي نفردها. والفرد هنا بتاخدي من جوه لبره، شايفه بكف ايدك كده. وكده فردنا الفطيره الصغيره. وهنعمل برضو زي ما عملنا في الفطيره الساده، بنحط ايدينا ونشدها ونفردها. وبعد كده ندهنها كلها سمنه. ونبتدي نطبق برضو ونفرد. اللي عملتيه في الفطيره الكبيره اعمليه في الفطيره دي بالظبط. وركزي على الحروف عشان ما تبقاش تخينه. وبعد كده هنجيب الحشو بتاعتنا بقى، ونحط الموتزاريلا والحشو اللي احنا قطعناه. وهنحط عليها كمان ايه؟ بسطرمة اللي هي احنا عملناها من اللحمة المفرومة. فهنوريها لكم، انتوا شفتوها قبل كده الفيديو ده اهي. بصي شكلها. وهنقطعها ونحطها على الوش كده ونطبقها. ونبتدي نخبز على فرن 200. هنطلعه دلوقتي ونوريه لكم.
شوفوا بقى، بصوا دي اللي هي بالمحشيه، شايفين ورق السجاير؟ بصوا رقيقه قد ايه، وادي الحشو. والريحه طالعه تجنن. وده الفطير بتاعنا بعد ما خلص. ايه رايكم؟ مش يستحق التجربه؟ بجد بجد طعم وريحه.